أغنى رجل في بابل، كتاب لجورج كلاسون عن أفضل أسس تكوين الثروات والنجاح في الحياة، التخطيط الجيد والعمل الجاد والتطوير والثقة بالنفس والإيمان بقدراتك على تحقيق أهدافك وأحلامك. 1. ادخر ما لا يقل عن 10% من دخلك لتوجيهه في الاستثمار. 2. عيش أقل من إمكانياتك من خلال الانضباط والمحافظة على نفقاتك في حدود إمكانياتك وتجنب الإنفاق الزائد. 3. اطلب المشورة من الخبراء في الاستثمار لاتخاذ قرارات سليمة. 4. استثمر مدخراتك بحكمة في الأصول التي تولد دخل أو تزيد من قيمتها بمرور الوقت زي الذهب والأسهم والعقارات. 5. تأكد دائما من فهمك للمخاطر والعوائد المحتملة، خليك على استعداد لتحمل المخاطر المحسوبة في استثماراتك. 6. تقبل أخطائك كفرصة للتعلم والنمو ولا تحبطك الخسائر. 7. حافظ على التزاماتك بأهدافك المالية بالاستمرار، لأن بناء الثروة بيستغرق وقت ويتطلب الصبر والمثابرة. 8. الديون فخ بيتسبب في خراب مالي، عليك تجنب الاقتراض ما لم يكن ضروريا للغاية. 9. استثمر في نفسك، الاستثمار في مهاراتك ومعرفتك لزيادة إمكانياتك في الكسب وخلق فرص للنمو والتقدم. 10. أهمية بناء علاقات قوية مع الأشخاص اللي ممكن يساعدوك في تحقيق أهدافك المالية مثل شركاء الأعمال والمحامين والمحاسبين. 11. الكرم والعطاء للآخرين وسيلة لخلق النوايا الحسنة وبناء علاقات اجتماعية قيمة. 12. أهمية وجود منظور طويل المدى لبناء الثروة بدلا من التركيز على المكاسب قصيرة الأجل أو الإشباع الفوري.